السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عملنا قبل كده على القناة اكتر من وصفة للسبونج كيك، كلهم حلوين جدا وناجحين ان شاء الله من اول مرة. هنعمل النهاردة سبونج كيك المستخدم في محلات الحلواني، وده لانه هيبقى ناجح مع اي حد من اول مرة، سهل جدا بدون مكونات كتير ولا تفاصيل. كمان حبيت اعمل نص الصينية فانيليا والنص شوكليت بدون اي رنج او اي ادوات زيادة. لايك وشير ويلا بينا نبدأ. عندي هنا كيلو الا ربع من دقيق الاسبونج، بيجي كده جاهز من اي محل خامات حلويات او حتى من الهايبر. افضل انواع بعد تجارب كتير جدا جولدن باك وتوب شيف. لكيلو الا ربع بضيف 9 بيضات حجمهم كبير وبدرجة حرارة الغرفة، وعندي كمان معلقة ونص كبيرة من الخل، دي اضافة من عندي انا، لكن الخل بيقضي تماما على زفارة البيض وبيخلي الكيك هش اكتر حتى لو الدقيق المستخدم سبونج جاهز. وعندي كوباية الا ربع من المية ونص معلقة صغيرة من الفانيليا 9 جرام، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. في بولة العجان هضيف دقيق الاسبونج وعليه البيض والخل والفانيليا وكمان المية، وهسيب الكاكاو دلوقتي على جنب. الصينية المستخدمة عندي 25 في 36 سنتي، اكبر صينية في الطقم المستطيل ده، فرشاها بورق خبز. لو هستخدم الصينية الاصغر منها هستخدم بس نص كيلو من دقيق الاسبونج، ولو الصينية مقاس 30 في 40 هيبقى كيلو كامل، وطبعا كل المقادير هتتغير. هسيب لكم مقادير كل مقاس في صندوق الوصف. وفي كل الاحوال لازم جوانب الصينية تكون عالية. هستخدم الويسك وهشغل العجان على سرعة هادية، وبمجرد الامتزاج هعلي السرعة لحد ما اللون يبقى افتح والقوام يبقى فومي واتقل اشبه بقوام الكريمة. المرحلة دي اخدت بالظبط 10 دقايق. هبدأ اقسم الخليط وهحاول ان الكميات تبقى متساوية بالنظر، او ممكن استخدم الميزان. هفضي نص الكمية واسيب النص التاني في بولة العجن. هضيف عليه الكاكاو اللي مجهزاه وهشغل العجان مجرد ما الكاكاو يختلط كويس، وهقلب بالسباتولا كده علشان اتأكد ان الكاكاو امتزج مع باقي المكونات. وهجيب الصينية بتاعتي وهضيف جزء الشوكولاتة في جنب الصينية بالشكل ده، وبنفس الطريقة هضيف جزء الفانيليا، وهحاول اساوي الوش بالسباتولا من غير ما الخبط الدنيا، وبخلة هطلع فراغات الهواء اللي جوه الكيك. وهدخل الكيك فرن ساخن مسبقا على الرف الاوسط درجة حرارة 180. مرحلة الخبز اخدت بالظبط نص ساعة، واختبرت السوا بخلة في المنتصف وطلعت نضيفة. هسيب الصينية تهدى شوية وهقلبها واشيل ورقة الخبز، وضروري اسيب الكيك تسقع كويس قوي قبل ما اقطعها او اتعامل معاها. 4 ساعات في التلاجة او حاجة، او ساعة في الفريزر لو مستعجلة قوي. وقت التصوير ما بيبقاش عندي قوي الرفاهية دي، ولكن ده الصح. في الوقت ده بدأت احضر كريمة الحشو. استخدمت الحشو المقاس ده 200 جرام كريم شانتيه ريتشي خام عالي الدسم، وعليه 400 ملي من الحليب و150 جرام سكر، وبدأت اخفقهم بالمضرب الكهربي. لو مبتدئين هتحتاجوا كمية اكتر من دي، او حتى لو نوع الكريمة عندكم مش ريتشي برضو هتحتاجوا كمية اكتر من دي. كمان تقدروا تستبدلوا الكريم شانتيه بكريمة خفق. واول ما الكريمة توصل للقوام المطلوب هوقف خفق، وبما اني عندي جزء كريمة وجزء شوكولاتة فبرضو هقسم كريمة الحشو. سيحت حتة صغيرة من الشوكولاتة الخام، وبعادل الحرارة باني بضيف عليها كريمة، لان الكريمة عدوة اي حاجة سخنة. وهضيف الشوكولاتة وهقلب الكريمة، وكده بقى عندي كريمة شوكولاتة جاهزة. هبدأ اقطع الكيك بتاعي بمنشار الكيك على رقم 7 تقريبا، والوش ضروري نقشره خصوصا لو بنعمل سبونج جاهز زي ما اتفقنا قبل كده. ضفت الكريمة وكريمة الشوكولاتة في اكياس حلواني. كمان حضرت مانجا وبندق للحشو. المانجا قطعتها قطع صغيرة وسبتها تتصفى من اي مية، ودي خطوة مهمة قوي. والبندق كسرته بالسكينة. هجيب بورد الكيك واضيف عليها القليل كده من الكريمة اللي تخلي الكيك يتماسك، وهضيف طبقة من الكيك وهسقيها بالسيمبل سيرب عملناه مع بعض قبل كده. هضيف جزء بسيط من الكريمة فوق كيك الفانيليا، وهفردها بالسباتولا، وهضيف كمية بسيطة من المانجا، وضروري اكون عاملة حواليها سور بالكريمة. وهضيف جزء كمان من الكريمة فوق المانجا علشان الكيك تمسك. وهضيف في الجزء التاني كريمة الشوكولاتة بنفس الطريقة وهفردها، واضيف البندق، وهضيف الطبقة التانية من الكيك، وهكرر نفس الخطوات. واخر طبقة هضيفها واسقيها واسيب الكيك في التلاجة تتماسك شوية قبل الفينش النهائي. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. استنوا الفيديو اللي هنفنش فيه الكيك. ولو عجبكم الفيديو شايفين ان المحتوى مفيد ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم اي جديد بنقدمه. اشوفكم على خير في فيديو جديد.